السلام عليكم، معاكم سلوى محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله بفضل الله هنعمل الفلفل الحامي المخلل، وهنقول على المحلول الملحي المعقم اللي هنخلي الفلفل بتاعنا يقعد سنه او اكتر ما يتهريش ويفضل زي ما هو اكننا لسه مخلينه دلوقتي. وكمان هنقول على طريقه تعقيم البرطمانات. بس يا حبايبي ما تنسوش الاشتراك في القناه، ولو عجبكم الفيديو لايك الجميل وتعليقاتكم الجميله، ودوسوا على زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. قبل ما نبتدي هنسمي الله وهنصلي على الرسول، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. هنجيب حوالي كيلو فلفل حامي، بس يكون طازه زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك. ماشي، هنغسله كويس وننقعه في الميه ونشطفه، وبعد كده نصفيه في المصفى. تمام. بعد كده هنبتدي نقطع الفلفل بتاعنا. الفلفل بتاعنا اهم حاجه عشان يعيش معانا فتره طويله لازم نقطعه قطع صغيره، يعني القطعه تبقى على قد ايه اللقمه. ماشي. فهنقطعه قطع زي التقطيعه دي بتخلي الفلفل يعيش معانا فتره طويله. تمام. بس هنشيل الايه القرن بتاع الفلفل من فوق، نتخلص منه. تمام. اهو زي ما انتم شايفين كده، هوريكم اهو دول هنخلص منهم. ايوه. وبعد كده ان ايه هنبتدي نقطع الفلفل بتاعنا كله صغير، زي ما انتم شايفين اهو. ما شاء الله الفلفل بتاعنا ده بينفع ناكله مع الفول والطعميه، ينفع مع غدا، ينفع مع مشويات، بينفع في اي حاجه. تمام. وهو هيعيش معانا فتره طويله. اهم حاجه نتبع التعليمات كلها اللي احنا هنمشي عليها دي، ويعيش عندك ان شاء الله زي الفل وما يتهريش ولا يحصل له اي حاجه. اول حاجه هنجيب البوله بتاعتنا تكون غاليين ميه لدرجه الغليان ونبردها. هناخد 4 كوبايات ميه، 4 مجات، 4 كوبايات. الكوبايه اللي هتقيسي بيها الملح والخل. وهنجيب بعد الاربع كوبايات ما نقيسهم نص كوبايه خل، ويكون طبعا خل طبيعي زي ما بنقول كل فيديو لما نيجي نشتري الخل نتاكد من المعلومه دي. وبعد كده هنحط نص كوبايه خل، يبقى كل 4 كوبايات ميه بتاخد نص كوبايه خل ونص كوبايه ملح. اعتمديها بقى اعتمدي المحلول وايه وتستخدميه. تمام. وبعد كده يبقى المحلول بتاعنا معقم، غاليين الميه ما شاء الله اللهم بارك، حاطين فيه ملح وحاطين فيه خل، المواد الحافظه بتاعتنا. يبقى اللهم بارك احسن محلول معقم، تعتمديه وتستخدميه على طول وهتشوف النتيجه بنفسك. بعد كده خلاص ده هندوب الملح كويس بتاعنا اهو، والمحلول بتاعنا ان شاء الله هيبقى جاهز. هنجيب البرطمانات غسلينها بميه سخنه، وبعد كده هنشغل الفرن لمده 10 دقايق على درجه 150 درجه مئويه، ونحطهم في الفرن شغال لمده 150 على درجه 150 بردك لمده ربع ساعه، ولما واطفي الفرن عليها، ولما تبرد اطلعها. زي ما انتم شايفين كده هحط فيها الفلفل، وكل برطمان هحط فيه 3 فصوص توم متوسطين، يدي لي نكهه للفلفل، هيخلي لي نكهه حلوه قوي، بس ما تزوديش الفلفل التوم عن كده. تمام. وهنكمل بقى بعد كده البرطمانات بتاعتنا. اللهم بارك، الكيلو عمل لنا برطمانين كبار وبرطمان متوسط، اللهم بارك اهو. 3 فصوص توم اهم متوسطين زي ما قلت لكم، كتريش عن كده، هيدي للفلفل كده يخليه في حته تانية خالص. تمام. وهنكمل بقى ايه لحد ما نخلص كميه الفلفل اللي معانا اهو. ونحط بقى المحلول الملح بتاعنا اهو، المهم يغطي لي الفلفل. تمام اهو زي ما انتم شايفين. طب افترضي ان انت عملتي كميه فلفل اكتر من كده، ده شيء وارد، هتضعفي كميه المحلول، هيبقى 4 كوبايات هتبقى 8 كوبايات، كوبايه ملح وكوبايه خل، ضعفي الكميه على طول. عملتي نص كيلو فلفل هتقسمي نص الكميه دي على 2. بعد كده ما حطينا المحلول الملحي ملينا بيه البرطمانات، هنحط بقى طبقه زيت من فوق، حوالي معلقه زيت كده عشان نمنع الفطريات والبكتيريا انها تنمو خالص والهواء. وبعد كده اجيب كيس تلاجة اقطعه بالسكينه بالمقص اي حاجه، واحط عليه عشان يبقى محكم الغلق، ما يخشلوش اي هواء ولا اي بكتيريا ولا فطريات زي ما قلت لكم. واقفله بقى جامد جدا اهو. وبعد كده ايه احطه بقى في مكان متجدد التهويه في المطبخ كده، مش جنب فرن البوتاجاز ولا حاجه. هو 3 ايام ان شاء الله بفضل الله هتاكلي منه، وبعد كده بقى يقعد معاكي سنه لو انت عامله كميه كبيره، والله ما هيحصل له حاجه بالتجربه، وان شاء الله هتعملوها وهتشوفوا بنفسكم. ما تنسوش يا حبايبي لو عجبكم الفيديو اهم حاجه الدعوه الحلوه،
ودوسوا على زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد، واللي مشتركش في القناه بتاعتي يشترك فيها، واللايك الجميل بتاع حتى نقول حتى اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. بس بحبكم في الله واستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الوداع، والسلام عليكم ورحمه الله.